عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى حاجة حلوة وسريعة، بسكوت ال10 دقايق في الخلاط بدون اي مكونات صعبة. المقادير كلها بسيطة، هتكون موجودة في البيت بدون بقى زبدة، مش هنستخدم زبدة خالص، وهيطلع معانا البسكوت مقرمش وطعمه بجد خطير. وقبل ما نبدأ بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو أول مرة بتسمعوني، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. شايفين البسكوت شكله خطير، حاجة كده بقى مقرمشة وجنب كوباية الشاي، بجد طعمه لذيذ بشكل مش طبيعي. وكمان التسوية بتاعته هقولكوا التسوية الصحيحة بتاعته، هيطلع معاكم حلو جدا وطريقته سهلة مفيهاش أي صعوبة. يلا بقى نبدأ طريقة البسكوت الاقتصادي بتاعنا. أول حاجة هنا أنا كنت مطلعة 2 بيضة، مخرجاهم قبلها بساعة أو ساعتين قبل الاستخدام، تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده حطيت لكل بيضة باكت فانيليا، يعني حوالي استخدمت معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هحط السكر، حطيت كوباية إلا ربع من السكر، سكر أبيض خشن عادي، هنضربه ضرب كويس جدا في الخلاط. لو هتستخدموا مضرب كهرباء لازم برضو تتأكدوا ان انتوا تضربوه كويس جدا. بعد كده حطيت معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ما تكتروش البيكنج باودر، يعني حوالي معلقة صغيرة جدا. هنا انا كنت ضربت كويس البيض مع السكر وتأكدت ان السكر داب كويس جدا ومفهوش اي تكتلات. الفقاعات دي ده هوا، ده مش السكر خالص. شايفين انا بتأكد ازاي؟ اهم حاجة ان انتوا السكر يكون مضروب كويس، تتأكدوا كويس من الخطوة دي عشان العجينة بتاعت البسكوت ما تكونش مخرزة والسكر ما يكونش فيه اي حاجة تضايق بعد كده. شايفين؟ بعد كده بقى هكمل بقية الخطوات بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر، هحط كوباية الا ربع من الزيت. يبقى انا استخدمت كمية السكر زي كمية الزيت. وكمان هكتب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو المقادير بالظبط عشان لو هتوهوا مني ولا حاجة. بعد كده بعد ما ضربتهم كويس شلت الخليط بقى على جنب، وهاجي على خطوة الدقيق. اهم حاجة ان احنا نستخدم دقيق يكون نوعه كويس متعدد الاستخدام. وكمان نعمل الحركة دي لازم نصفيه بقى بمنخل او مصفى، اي حاجة تتأكدوا ان انتم صفيتوا الدقيق كويس جدا عشان التكتلات برضو. انا هنا هستخدم في المجمل، استخدمت 3 كوبايات ونص من الدقيق، بس احنا مش هننزل بالدقيق كله مرة واحدة. انا حطيت زي كوباية او كوباية ونص في الاول، وبعد كده زودت واحدة واحدة، لان انواع الدقيق بتختلف من حد للتاني، فما تنزلوش بكوبايات الدقيق كلها مرة واحدة. انا حطيت في الاول كده زي كوباية ونص او كوباية، وكمان بعد كده استخدمت نص كوباية من النشا، حطيت نص كوباية نشا. تمام، دي هتدي هشاشة كده للبسكوت وهيبقى طعمه خطير. شايفين التكتلات؟ عشان كده دي خطوة مهمة جدا. دي نص كوباية النشا اللي انا قلتلكم عليها. تمام، هنزل بيها كده. انا ما حطيتش كل كمية الدقيق زي ما اتفقت معاكم، حطيت بس حوالي كوباية ونص. بعد كده بقى هجيب الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. بعد ما ضربنا بقى البيض مع الفانيليا مع السكر مع الزيت، دي النتيجة النهائية. شايفين؟ ده السمك بتاعه. بعد كده واحدة واحدة بالسباتيولا كده هقلبه كده بالراحة، مجرد بس ان احنا بندمج بس المكونات مع بعض، احنا مش بنعجنه، يعني البسكوت مش بيتعجن، احنا بس بنلم الخليط ده كله. وبعد كده هنزل بقى واحدة واحدة بالدقيق زي ما اتفقت معاكم لحد ما استخدم ال3 كوبايات ونص. انا استخدمت ال3 كوبايات ونص، بس نزلت بيهم واحدة واحدة لحد ما اشوف هتتلم معايا، فوصلت ل3 كوبايات ونص. فانتوا معاكم ممكن تستخدموا اقل وممكن تستخدموا زي وممكن تستخدموا اكتر، عشان كده بقول لكم تنزلوا واحده واحده بالدقيق لحد ما العجينه تلم معاكم. يا دوبك بس بدمج المكونات مع بعض، مش بعجنها خالص. هنكمل بقى اتباع الخطوات اللي انا قلتها معاكم لحد ما العجينه تتلم معاكم وتقدروا ان انتوا تشكلوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. شايفين؟ بنزل الدقيق جزء جزء لحد ما خلصت ال3 كوبايات ونص. هنا بقى خلاص العجينة بتاعتي كانت لمت وقدرت ان انا اشكلها. شايفين؟ بالظبط كده ملمومة معانا وعارفة اشكلها كويس جدا. بوريها لكم كمان مرة. شايفين تحفة ازاي؟ هاخد بقى نصها،
هقسمها كده بالنص بالشكل ده عشان هخلي جزء سادة وجزء هحط عليه كاكاو خام عشان اعمله بالشوكولات. هعمل جزء بسكوت سادة وبسكوت شوكولات، يبقى كاكاو الخام كده. دي معلقة صغيرة مليانة شوية من الكاكاو الخام. هعجنها بقى كده، هلمها مع العجينة، احنا مش بنعجن، احنا يدوبك بنلم المكونات مع بعض لحد ما تلاقوا ايه لونها بقى بني كده، بسكوت شوكولاتة. طبعا هنا لو حسيتوا ان العجينة نشفت منكم هتزودوا معلقة لبن، معلقة بمعلقة، يعني مش اكتر من معلقتين لبن، هتلاقوها رجعت تمام، طرية كويسة وملمومة في نفس الوقت. انا هنا ما احتجتش ان انا اضيف لبن، يا دوبك بس حطيت المعلقة الكاكاو الخام وطلعت معايا برضو كويسة وما نشفتش مني ولا اي حاجة. لكن في حالة هتنشف منكم زودوا معلقة لبن. هنا بقى حضرت الصواني، هدهنها بقى بمعلقة كده من الزيت، هلمها بقى بالشكل ده، هعملها زي الكور الصغيرة كده، الدواير الصغيرة بالشكل ده. هوريكم كده كام واحدة انا بعملها، هتتعامل معاكم بمنتهى السهولة. طبعا الفرن هنا احنا مشغلينه على درجة حرارة 180 او 170 كمان، على حسب شوفوا الفرن بتاعكم ال 180 بتاعه مظبوط ولا بيبقى عالي، احنا مش عايزين الفرن عالي. شايفين بقى؟ تحفة. عملت صف كده سادة وصف بالشوكولات، شايفين شكلهم خطير. بعد كده هجيب بقى اي حاجة اعمل بيها رسمة كده من فوق، هنستخدم بقى غطاء ازازة او اي شكل عندكم انتوا حابينه. انا هعملها بقى بالشكل ده، هضغط عليها بس كده كام ضغطة، هتدي شكل حلو في نفس الوقت هيأدي الغرض. عندكم اي اشكال حابين ان انتوا تضيفوها براحتكم، انا استسهلت دي اكتر حاجة سهلة وسريعة، هتنجز معاكم بسرعة جدا وفي نفس الوقت هتدي شكل تحفة. شايفين؟ هعمل كمان الصينية التانية، عملتها بالشكل ده بنفس الطريقة، هضغط بالغطا بالشكل ده، هعملها كده على شكل أقواس كده، بتدي شكل حلو جدا. هخلص بقى بقية الصينية وهرجع اوريها لكم. شايفين؟ خلاص كده، ده كل الكمية اللي طلعت معايا، الصينية اللي هي المدورة دي والصينية كمان المستطيلة. شايفين؟ طلع معايا كمية كويسة جدا ولذيذة وسهلة ومقاديرها كلها بسيطة، حاجة كده اقتصادية وسريعة. هدخلهم بقى الفرن على الرف الوسطاني درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، نص ساعة بالظبط. هتفتحوا عليه هتلاقوه أخد اللون الجميل بقى من تحت، هوريهولكم. ما تزودوش أكتر من الوقت ده عشان يطلع مظبوط معاكم وما ينشفش منكم. شايفين دي التسوية بتاعته؟ شايفين بقى لونه خطير ازاي؟ مظبوط 100%. شايفين؟ ده الظهر بتاعه خطير وقرمشة بقى وكل حاجة تحفة. هتقدموه بقى جنب اي حاجة انتوا بتحبوا تشربوها، شاي، اي حاجة سخنة او ساقعة، بجد هيبقى لذيذ وحلو جدا كمان للاطفال، هيحبوه جدا. وطعمه بجد ما اختلفش كتير من غير استخدام الزبدة، ما فرقش خالص، بجد طعمه حلو، لازم بقى تجربوه. شايفين التسوية بتاعته ممتازة؟ اعملوه بقى بنفس الطريقة اللي انا عملتها، امشوا الخطوات بالظبط، هيطلع معاكم تسوية وهيطلع ناجح جدا. ومع كوباية الشاي بقى لازم تجربوه بنفسكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.